في مصطلح في اللغة الإنجليزية بيقول kill you darling، أو بالبلدي كده الإيد اللي توجعك اقطعها. يعني مثلا لو القميص اللي بتحبه لسه عايز يتكوى وده هيأخرك عن شغلك، يبقى خلاص مش لازم تلبسه. لو الأكل اللي بتحبه هيخليك تتعب أو هيتعب لك معدتك، خلاص يبقى ما تاكلوش. لو المكالمة اللي مستنيها هتضايقك أو هتعطلك، خلاص يبقى ما تردش عليها مهما كانت مهمة. في مرحلة في حياتنا لازم نتعلم فيها ازاي نستغنى عن الأشياء مهما كنا بنحبها أو متعلقين بيها. في أوقات كتير بنحس إن في حاجات في حياتنا مش هنقدر نعيش ولا نكمل من غيرها، بس المفاجأة بقى إنك هتعيش وتقدر تكمل من غيرها. وده مش معناه إنك مش هتزعل وتتضايق وتمر بأعراض انسحاب في البداية، بس في الآخر هتلاقي نفسك خفيت ورجعت إنسان طبيعي من تاني. وطبعا كلامي مش مقتصر على القميص أو الأكل أو المكالمة، في أشخاص في حياتنا بنوهم نفسنا إننا محتاجينهم وما نقدرش نستغنى